درت الرمانة ولا مزال ولا شنو تسموا فيها بالضبط؟ أكتر شيء نحبه فيها كيف تطلع عاملة زلزال. خلونا نشوف طريقتها مع بعض. صدر دجاج مفروم صغير نحطه على النار مع ملح والتوابل اللي عندنا. النار لازم إن هي تكون عالية أول دقيقة عشان ياخذ صدر الدجاج صدمة عشان يطلع معنا طري، وبعدين ننقصه على درجة حرارة متوسطة ونقلبوه بالشكل هذا، وهو طبعا يطيب بسرعة راهو ما ياخدش وقت. للخضرة عندي كمية البطاطا، الباذنجان يكون أقل منها بشوية، الجزر يكون أقل منها بشويتين، يكونوا مفرومين ومقليين في الزيت، ونزل عليهم زيتون وشوية من الفلفل الأخضر، صدر الدجاج اللي طيبناه، ملح، فلفل أسود، وتجمعوهم بجبنة مثلثات، تخلطوها وتشوفوا هل هي تحتاج جبنة زيادة ولا لا. بعدين تشكلوها بالطريقة هذه، تحطيها في إيدك، عبارة عن انك انت تضغطي وتلفي تضغطي وتلفي. بعد ما كملت الكمية بالكامل حطيتها في الثلاجة لمدة نص ساعة، وبعدين نغمسها في الخبزة الأول وبعدين في الدحي وبعدين نرجع نغمسها في الخبزة ونضغط عليها شوية بإيدي علشان نساويها، وننزلها في زيت غزير يكون مسخن مسبقا. الزيت متاعي كان ساخن زيادة عن اللزوم الأمانة، ولكن رجعت سيطرت على الوضع. تحميرها هيك كويس وبهيك تطلع معاكم جاهزة. هي راهو تعتبر سهلة وسريعة. لما بتديري كمية كبيرة كبري طنجرة القلي اللي بتقلي فيها وبس، في حفظ الله.